أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا عم الشيخ. وإياك، الله يحفظك ويرعاك. حضرتك أنا عايز أسأل بس يعني عندما يقرأ أي شخص مننا على حد عليه جن أو كده، أول ما يقرأ بيحصل رهبة أو كده. أنا قرأت الكتاب بحضرتك اللي هو بتاع بيتكلم عن كده. فليه كل ما أجي أقرأ مثلا إن هي أختي عليها مس أو حاجة زي كده معمول لها سحر. أيوه. يعني الواحد بيتوضى وبيبدأ يقرأ لها آيات القرآن وبتاع، فالحاجة دي ما بتحضرش غير معانا إحنا، يعني والدتي وأنا ووالدي لما نيجي نقرأ عليها. لكن لما بيجي الشيوخ مثلا يقرأوا عليها بيقول لك لا هي عليهاش حاجة يعني أنت لما بتقرأ عليه بيحصل بيغيب عن الوعي أو تغيب عن الوعي وبعدين لا ما بتغيبش عن الوعي حضرتك، هي بتبقى حاضرة معانا بس فجأة مش هي اللي بتتكلم، يعني حاجة تانية اللي بتتكلم وبتبدأ بقى إيه إشارات غريبة وساعات تضحك وإحنا بنقرأ قرآن تضحك علينا. يعني طيب الأمر بسيط وسهل. من المريض عندكم؟ أختي أكبر مني يعني. ما هي الأعراض التي تأتيها؟ هي متزوجة وكل ما كمان بتروح الشقة بتاعتها بيحصل نفس الكلام ده. يعني قعدت معانا فترة في بيتنا عند والدتي كان كويسة، أول ما بترجع الشقة عندها بيبدأ في مشاكل بينها وبين زوجها؟ لا ما فيش مشاكل والله خالص. طيب خلاص، أحضر ورقة وقلما وسوف أعطيك علاجا. أخونا عبد الرحمن، معك ورقة وقلم، اكتب علاج أختك. أولا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات على الأذن، لا بد من السماعات على الأذن. ثانيا سماع شريط آية الكرسي مكررة 2 مرات يوميا بالسماعات على الأذن. ثالثا المحافظة على أذكار الصباح والمساء. رابعا تلاوة 3 أجزاء يوميا. تستمر على هذا البرنامج 45 يوما، 45 يوم. سينطق الجني ويتكلم في الأسبوع الأول، ما بيهمنيش القرآن وكذا، ما حد يكلمه، خليه. الأسبوع الثاني يبدأ يصيح ويصرخ اذهبوا بي للشيخ فلان، وأنا أخرج الشيخ علان، نقول لن نذهب بك إلى أحد، خليك حتى تقتل أو تموت. بعد 3 أسابيع سيئن شيئا ما حتى ينتهي 45 يوم أو 40 يوم، هيكون انتهى تماما بإذن الله تعالى، ولا تذهب بها لأحد يقرأ عليه ولا